جميعا، يا أهلا وسهلا. لازم الأول طبعا أبارك بشكل شخصي لبطل الدوري العام هذا الموسم نادي الزمالك، يحصل على هذه البطولة رقم 15 في تاريخه بالعرق والجهد والكفاح والإدارة. أيضا مؤكد لابد أن نهنئ نادي بيراميدز أيضا على تواجده في دوري الأبطال الموسم القادم بعد أن احتل هذا الموسم المركز الثاني، ومؤكد أيضا هو بطل كأس مصر. ونقول للنادي الأهلي هارد لك، خرج في هذا الموسم يعني بدون بطولات. سؤالنا النهاردة قبل ما أقدم ضيوفي الكبار، السؤال بيقول: رتب أفضل 3 لاعبين في الزمالك هذا الموسم. يعني من وجهة نظر حضراتكم مين أفضل؟ طبعا الفرقة كلها والمدير الفني وقبل كل دول الجمهور، كل ده احنا عارفينه، لكن من وجهة نظرك أفضل 3 لاعبين خلال الموسم بالكامل في نادي الزمالك. خليني يعني أقدم ضيوفي الكبار، ونبارك اولا لملك النص الكابتن فاروق جعفر. مليون مبروك يا كوتش. الله يبارك فيك يا كابتن. الف مبروك. ربنا يخليك. جاي النهارده انت مبتسم السرير. طبعا حاجه تفرح. ده نادينا بقى اللي اتربينا فيه النهارده. طبعا احنا بنعبر بقى عن فرحتنا وانتمائنا لنادي الزمالك بشكل كبير النهارده. ببارك لجماهير نادي الزمالك رقم 1 النهارده اللي هي عبرت عن نفسها ووجود نادي الزمالك بشكل قوي السنه دي بشكل كبير جدا. طبعا الحاجه الثانيه لعيبه نادي الزمالك كانوا ابطال ورجاله وتحملوا المسؤوليه رغم الضغوط ورغم الظروف اللي احنا بنمر فيها الماديه. ثالث حاجه بالجهاز الفني معتمد وزمايله وكل الجهاز اللي كان اشتغلوا بشكل كويس وكانوا بيضحوا عشان نادي الزمالك طبعا. وبعد كده وطبعا الاداره حاولت بقدر الامكان ان هي تظبط الامور وتمشي المركب بالظبط. ونجحت الحمد لله في الفوز مبروك يا كوتش، الف مبروك. كمان طبعا لازم نبارك للمدير الفني الكبير والزملكاوي الاكبر الكابتن حلمي طولان. يا مساء النور يا كوتش والف مبروك. الله يبارك في حضرتك. الف مبروك. فرحه كبيره جدا طبعا. وانا عايز اقول كلمه، ان السبب في هذا الفوز جماهير نادي الزمالك اللي لم ارى مثلها في التاريخ. صحيح. ممدوح عباس لا يمكن اغفل دوره ودعمه المستمر لهذا الفريق وللنادي بصفه عامه. صحيح. معتمد جمال اللي هوجم الاسبوع اللي فات، وبالرغم من الهجوم اللي كان عليه تماسك وقدر يوصل بفرقه نادي الزمالك لبر الامان ويحصل على هذه البطوله. نمرة 4 اللاعبين اللي بذلوا فوق طاقتهم بمنتهى الامانه ولهم كل التحيه. صحيح. طبعا المحايد بقى النهارده لانه هو لا اهلي ولا زمالك، المدير الفني الكبير الكابتن شوقي غريب. مساء النور يا ابو الكبات. مساء الخير يا كابتن مدحت. طبعا يعني في البدايه انا ببارك لنادي الزمالك وفعلا لجماهير نادي الزمالك، الجماهير العظيمه اللي شفناها النهارده كلنا في المباراه. مش ببارك نادي الزمالك على الدوري بس، لا انا ببارك لانه خد الدوري عن استحقاق. صحيح. هو متصدر على طول بقى له فتره، ومتصدر الماتشات ومتصدر كده، وكنت اتمنى يكون ثنائيه الدوري والكونفدراليه. لكن هو ده النصيب. وطبعا وللكابتن معتمد اللي هو المساعد بتاعك طول عمره طبعا يعني. بس الكابتن معتمد الحمد لله والله كان عندي ثقه فيه. كنت النهارده وانا بتكلم معاه كان عندي ثقه كده ان ربنا يكرمه. كنت بتتكلم معاه بقى قبل الماتش. وربنا كده يكرمه ويقدر يحقق حاجه كبيره، لان هو يستاهل ان في حاجه تكرم بيه وتكرم بالمدرب المصري. صحيح. يعني دي برضو حاجه كويسه. برافو. ان النهارده صاحب المركز الثاني وصاحب المركز الثالث مدربين اجانب. وفي مدربين اجانب في الدوري المصري بينافسوا على الهبوط، لكن هو مدرب مصري ولاعب في المنتخبات. فانا بوجه له التحيه وبوجه له الفوز ده هو وجميع اللاعبين اللي وقفوا رجاله طول فتره الدوري هذا. صحيح. انت زملكاوي يا كوتش؟ انا؟ لا ولا زي انا ولا محلاوي. هو محلاوي. لا ربما يعني لا والله محلاوي طبعا. بحب الاسماعيلي بصراحه يعني. طبعا اكيد طول عمري. حد بيبارك لك يا كابتن حلمي. ايه في الموبايل؟ بارك ايه؟ يعني هقول لك هارد لك كابتن. طبعا شيفا فضيل نجم مصر طبعا والنادي الاهلي، ويعني ما كانش فيه نصيب السنه دي. انا بقول ده موسم للنسيان.
في البدايه طبعا ابارك لكباتننا الكبار وبرحب بيهم، والف مبروك لنادي الزمالك، نادي كبير عريق، جماهيره هي السند الحقيقي ليه، وده ظهر طول الموسم بصراحه. دعم رهيب من الجماهير نادي الزمالك، وصلته لمرحله بعيده جدا كان بعيد كل البعد عنها. قطعك معلش انا اسف، عشان هيبقى معانا تليفونات مش عايزين نخليهم يعني. طبعا كابتن نادي الزمالك عمر جابر، مساء انوار يا عمر. كابتن مدحت يا سيدي الف مبروك. انا سامع حضرتك، انا اسف والله. كابتن مدحت حضرتك سامعني؟ انا سامعك كويس يا عمر، الف مبروك. سامعني كده؟ سامع حضرتك يا كابتن. مليون مبروك يا عمر، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك يا رب يا كابتن مدحت، مبروك لفوز نادي الزمالك العظيم. اول حاجه عايز لو في ضيوف مع حضرتك انا اسف مش شايفهم، فبسلم عليهم كلهم لو في حد. معانا بقى الكابتن فاروق جعفر، الكابتن حلمي طولان، الكابتن شوقي غريب، الكابتن شريف عبد الفضيل. اساطير طبعا كلهم، بسلم عليهم كلهم. حبيبي مبروك لفوز نادي الزمالك العظيم، مبروك لنادي الزمالك ومجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني وكل الناس. بصراحه كانت بطوله مهمه جدا يا كابتن، خاصه ان احنا يمكن من كام يوم خسرنا بطوله برضه كانت مهمه جدا بالنسبه لنا. الحمد لله رب العالمين ربنا عوضنا بالبطوله دي عشان نفرح الجمهور اللي تعب يعني ورانا الموسم ده. صحيح. قول لي يا عمر، ازاي الكابتن معتمد طلعكوا من حاله الاحباط اكيد بتاعه الكونفدراليه لحاله النصر بتاعه النهارده؟ والله طبعا يا كابتن زي ما حضرتك شفت وكلنا شفنا ايه كانت الناس زعلانه بعد الماتش اللي فات، خاصه انها كانت يعني قريبه شويه مننا. انا شايف ان اللعيبه بذلت مجهود كبير والله في المباراتين، بس ما كانش فيه نصيب. كان نتيجه فرح الجمهور بس ما حصلش نصيب. يعني يمكن قعدنا اتكلمنا من تاني يوم الماتش الفاينل بتاع الكونفدراليه كلنا اتكلمنا مع بعض، والحمد لله قدرنا نطلع اللعيبه من اللي هي فيه. يعني الحمد لله يا كابتن، وقدرنا ان احنا الماتش النهارده اللعيبه كلها كانت رجاله بصراحه. شفنا كده لقطه على الشاشه بين عواد وبين عبد الله السعيد، ده بيشدوا بالتيشيرت بتاع، ليك تفسير ليها يا عمر؟ انا لقطه يا كابتن معلش انا اسف. في لقطه جت على الشاشه، عواد بيكلم عبد الله وبيشده من الفانيلا، وعبد الله اخذ بعضه ومشي ومش عارف ايه، عندك تعليق عليها؟ بتاعت شورت الكابتنه يعني؟ والله يا كابتن هي يعني حضرتك شفت الماتشات اللي فاتت كان شحاته هو كابتن الفرقه. الجيل اللي موجود ده دلوقتي بصراحه جيل كله على قلب راجل واحد، وجيل عايز يفرح جمهور الزمالك العظيم. يعني مش فارق مين كابتن والله، على قد ما احنا عايزين نفرح الجمهور يا كابتن. اخيرا يا عمر قول لي يعني هل انتوا مستحقاتكم واخدينها بالكامل، ولا عشان الناس تبقى فاهمه درجه كفاحكم يعني، ولا في امور معلقه في الموضوع ده؟ هقول لك تاني، انا عارف حواليك هيس. بقول السنه دي هل مستحقاتكم الماليه واخدينها كامله، ولا انتوا ضحيتوا من اجل نادي الزمالك برغم عدم وجود بعض المستحقات المتاخره؟ هو حواليه زحمه طبعا. حاول تيجي سؤال صعب. انا عارف انه صعب بس لابد منه. ايوه مش هيبقى فيه بالعكس، هو انا عايز اوري يعني اوصل للناس يا كابتن الظروف، ان الظروف والرجوله طبعا، لان احنا مهم النهارده يا كابتن حلمي نبرز رجوله الشباب دول. الايجابيات دي طبعا، دي ايجابيات مهمه. احنا بندي رساله طبعا للعيبه بشكل عام كده طبعا، يعني ما بنقصدش حد معين. هو برضك كابتن حلمي قال حاجه على الاستاذ ممدوح عباس. طبعا واحنا طبعا كزملكاويه وكل زملكاويه عمرها ما هتنسى موقفه مع النادي من زمن، من زمن يعني من ايام ما احنا كنا بنلعب طبعا، وهو من زمن معانا زمن طويل جدا. ايوه، وهو من النوع اللي بيخدم النادي وبيعمل كل حاجه للنادي من غير ما حد يحس ومن غير ما حد بيقول له. هو محب طبعا، هو محب نادي الزمالك، ومش بقى محب نادي الزمالك، بيعشق نادي الزمالك. يعني حتى برغم يبقى الظروف الصحيه يعني ربنا يشفيه ويعافيه، كل المباريات بيحاول يروحها. اي حاجه يلاقي مشكله صغيره في النادي على طول يروح النادي رغم الحاله الصحيه بتاعته. فطبعا احنا كابناء النادي احنا بنقول له متشكرين. انت طبعا احنا ابناء النادي وانت يعني تعتبر استاذ النادي، ربنا يديك الصحه ودايما كده في خدمه النادي يا رب.
كنت عايز تكمل كلامك وبقى انت شاورت لي على موضوع عبد الله وعواد. انت لا لا هم كانوا بيتكلموا على الشاره، يعني عواد بيقول له خد البس الشاره، فعبد الله بيقول له لا يعني اديها اللي هو اللي عليه الدور يبقى الكابتن، يعني مناوشات عاديه. مين اللي عليه الدور كان؟ كان حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد. اوكي. ده يعني مشاهدات بسيطه، مش مشاهده ولا حاجه. لا هي بانت على الشاشه. هو عواد يا كابتن انا هقول لك بنشرحها للناس. الفكره كلاعيبه في الحالات دي بيبقى عايز يصالحه مثلا. انا بيتهيألي كده. ايوه عايز في الماتش اللي فات ده حاجه كويسه يعني. هي حته مصالحه من عواد الماتش اللي فات. الله السعيد صح عشان المناوشات بتاعت الماتش اللي فات فات المره اللي فاتت. لا انا عايز اقول حاجه في الحته دي يعني سامحتوا لي. يعني هو عبد الله كان بيعتب عليه انه ما صدش ولا طب ما الراجل التاني ما صدش ولا كوره. ولا كوره بالظبط. بقول لحضرتك حاجه لا فريق الجزائر بيتمرن كويس، وكان لسه كسبان كاس قبلها برضو في الجزائر ضربات جزاء، وهم بصراحه كل ضربات الجزاء اللي شاطوها كانت كويسه جدا صعبه جدا. والزمالك برضو لا والزمالك شاط كويس قوي كلها حلوه جدا. وما ننساش يا كابتن العواد ان هو طول السنه بقى له دلوقتي حوالي بتاع 4 مهدي سليمان. ربنا يشفيه كمان. ده جبل عظيم. ربنا يا مهدي مساء الانوار والف مبروك يا حبيبي. مهدي كابتن يا حبيبي حاول تطلع من الممر كده. الصوت وحش يا كابتن. طب كده لو بص يا احمد يا هواري، اذا سامعك هو قول له سؤالي. سامعني كده يا مهدي؟ سامعني يا مهدي؟ مهدي الو. ضغط الشبكات هناك طبعا. يا مهدي سامعك يا حبيبي؟ سامعني؟ الو. يا مهدي. الممر بتاع الاستاد. يعني اذا كنت سامعني انا بقول لك مبروك يا مهدي. مش سامعني مهدي؟ حبيبي يا مهدي سامعني كده؟ مبروك. يعني الصوت مش واضح قوي، بس الف مبروك لجمهور كل الزمالك وشعب الزمالك كله. طب حلوه شعب الزمالك دي. انا والله مش سامع كويس. مش سامع كويس، بس مبروك لشعب الزمالك كله. الحمد لله الدوري غالي ووعدهم باذن الله ببطولات كتير جايه ان شاء الله. طب طمنا عليك انت اذا كنت سامعني. والله عندي شد في الضمه. هتلحق يعني المنتخب؟ الحمد لله عملت شهاده رنين، والحمد لله ما فيهاش حد ولا حاجه الحمد لله. هتلحق المنتخب يا مهدي؟ ان شاء الله، بس اهم حاجه النهارده الدوري طبعا ان شاء الله. انا عايز اقول لك ان انت ابو الرجوله في الملعب يا مهدي، برافو عليك، ربنا ادالك الفرصه حبيبي وانت عملتها شغل عالي. وبشكرك وبشكر كل مبروك يا حبيبي. مبروك يا حبيبي. لشعب الزمالك. مبروك يا مهدي. مبروك يا حبيبي. الف مبروك. الف مبروك. كنت عايز تكمل جملتك انت. هاخد منه بقى اقول هارد لك لشعب الاهلي. احنا كلنا شعب واحد، ده مشجعي الزمالك والمشجعي الاهلي كذا كذا. مفيش حاجه اسمها شعب. النادي الاهلي محتاج مصر ياكدها يا مهدي. اتفضل. النادي الاهلي محتاج اعاده بناء من الداخل، اعاده اوراق النادي من الداخل بشكل جيد. ان شاء الله الموسم اللي جاي هيبقى مختلف. مش متعودين على النادي الاهلي كثره تغيير مدربين، مديرين الكوره، كل ده ما كناش بنشوفه قبل كده، ولكن ده طبيعي وعرف في الكوره اللي حصل ده. نعم. بعض اللاعبين لا يستحقون التواجد في النادي الاهلي او القدوم اصلا للنادي الاهلي. بعض الصفقات اللي جت. تقدر تقول اسماء؟ يعني خلينا في اللي ظاهر قدامنا كاموتش مثلا. لا هناخده مثال ومش هنقول حد تاني، يعني كفايه كاموتش لوحده. لا اديني اسماء انت تقول ان هي يعني تستحق ان ترحل كاهلاوي مخلص للاهلي وعايز تقول وجهه نظر. يبقى هو الرقم واحد. بنصلح رقم واحد هو كاموتش. ده صفقه لان ده لعيب ده ما جاش ده ضيف. مش 3000 دولار عشان اقول لك الرقم المظبوط. هو جه ب 300,000 يورو وراتبه في الفتره دي 250,000 يورو، وبيتقاضى كل شهر 2000 يورو عشان يسكن. يعني انت بتتكلم في 300,000 يورو زائد 250,000 يورو، ادي 550,000 يورو، و2000 يورو في الشهر عشان يختار السكن اللي يعجبه. لما تحسب القصه دي كلها احسبوها كده، اضربوا بقى في 63 كده، 550,000 في 63 اللي هو 8 يورو النهارده، شوف يطلعوا كام. اتفضل كده. طبعا وعندنا لعيبه ثانيه مثلا. قول لي بقى. احمد عيد مثلا ما استفدناش بيه، احنا جايبينه في يناير. نفس الكلام مروان عثمان برضو لم يقدم المستوى المطلوب. عندنا كمان في هادي رياض لاعب،
في ياسين مرعي بيلعب من بدايه الموسم، ولكن المستوى المطلوب محتاج تحسن ومحتاج يبقى فيه ردود فعل افضل من كده، والعناصر اللي لازم تبقى موجوده في النادي الاهلي لازم تبقى اقوى. انت بتنافس على بطولات كبيره، انت عايز لعيبه على مستوى عالي جدا، عايز لعيبه منتخبات، لعيبه تستحمل الضغوط. فطبعا كل دي عناصر مهمه جدا، ان انت جايب عناصر. الجزار رايك ايه؟ الجزار ما شفناهوش عشان اقول رايي. اللي شارك فيه هو مباراه واحده امام زد في تتش، النادي الاهلي كسبها 3-1، وسمعت انا ما شفتهاش ان احنا كسبنا 3-1 في مباراه وقدم مباراه جيده. ده الجزار. بس برضه يا كابتن، مليون كابتن ده برضه من حقه انه ياخد فرصه. ولد لم يشارك، جه اتصاب فقعد كام ماتش فلعبوا بالناس اللي بتلعب. لا بس الفتره اللي فاتت دي مش مصاب خالص، سليم 100%، بس هو فنيا وده حق الكوتش يعني. طبعا. ودخل برضه في تخمه مباريات قويه يا كابتن. فدي دي المشكله الحقيقيه. انا اصلا مدفع 60 مليون، انا جايب واحد يا كابتن شاوي يشتغل من الدوري ومن الدوري المصري، من الدوري المصري، يعني مش جايبه من بره، انت جايبه من الدوري المصري، يلعب منتخب دايركت. دافع 60 مليون بالاضافه للاعب كمان اسمه ايه يا جماعه اللاعب اللي راح للبنك الاهلي، حاجه احمد رضا. احمد رضا لاعب الوسط بتاع بتروجيت. يعني احمد رضا ده كابتن 60 لعيب مليون كويس قوي. احمد رضا ده هايل. يعني الملعب اصلا عنده مشكله في الاهلي في نص الملعب. طبعا اكيد. انا يعني عشان ما يبانش ان احنا بننتقد لا سمح الله، احنا بنقول عشان الاصلاح. طبعا عشان الاصلاح. طب انا كنت سالت على الجمهور، على يعني كله لعيبه كويسه، احنا عايزين اجابات. من وجهه نظرك الثلاثه المؤثرين، اكتر ثلاثه، كله هايلين، اكتر ثلاثه مؤثرين في تيم نادي الزمالك الموسم ده ايجابيا؟ طبعا. طيب انا شايف رقم واحد الدباغ. رقم واحد عدي الدباغ، ده رقم واحد في النادي. اوكي. وكل المباريات اللي كان فيها مشاكل وهو اللي بيحلها. يعني لو جات له فرصه مرتين ولا بتاع بيخلص الماتش. وده حاجه اساسيه. ماشي. الحاجه الثانيه هجوم على حسام عبد المجيد وضغط على حسام عبد المجيد، لكن حسام عبد المجيد لعيب كويس وبيشتغل كويس. رقم 2 تاثيرا. طب ما ليه ماشي. ثالث حاجه انا شايف يعني كان عمر جابر في البدايه كان ماشي كويس، وبعدين جات له الاصابه، لكن هتكلم على هنا على بنتايج من اللعيبه الكويسه اللي مؤثره في اداء نادي الزمالك بشكل كويس. انا يمكن اتكلمت على خطوط وما اتكلمتش على نص الملعب. هنخش على نص الملعب، بس خلينا ناخد زميلنا خالد احمد من محيط استاد القاهره. مساء النور يا خالد. يلا خالد حبيبي، مساء الانوار، بارك للمجموعه اللي كابتن مدحت، برحب بيكم بكل الساده المشاهدين من امام محيط استاد القاهره، متواجد مع جماهير الزمالك. النهارده الزمالك في اجواء استثنائيه بيحتفل بدرع الدوري وتتويجه باللقب رقم 15. خلينا نشوف استطلاعات واراء جمهور نادي الزمالك عن هذا الفوز في ظل هذا الموسم الصعب. في البدايه النهارده بنتكلم ان الزمالك يعني لغايه الجوله الاخيره كان بيحارب مع نادي سيراميكا علشان يحصل ال3 نقاط، وفعلا حصد الدوري النهارده. الحمد لله. دوري صعب من اول الموسم، عندنا كل حاجه قدامك، اللي انت تقول لك مش هتاخد اي حاجه. برغم كل ده الجمهور واقف في ظهر النادي، مفيش جمهور في الدنيا بيعمل اللي ده مع الزمالك. هل نقدر نقول ان كان جمهور الزمالك محبط بعد نهائي الكونفدراليه الافريقيه والفوز بالدوري هو اللي كابتن معتمد جمال صالحكم؟ احنا فعلا حسينا باحباط شديد، بس الاحباط ده الحمد لله ما منعناش ان احنا نتخطى المرحله دي، لان احنا تعبنا كتير قوي السنه دي. الجماهير عانت كتير وشافنا كتير، ايقاف قيد 18 قضيه، لعيبه ما بتاخدش مستحقاتها، كل الكلام ده، والزمالك قدر بجمهوره بالصوت بس ان هو يحقق الدوري. فالدوري ده لا بالفلوس ولا نتكلم ان يعني في الاسبوع الاخير تنافس ثلاثي الاهلي بيراميدز والزمالك، لكن الزمالك كان محتاج لا التعادل لا الفوز. انت كنت متاكد ان الزمالك هيكسب الدوري؟ اكيد طبعا الزمالك فريق كبير وجمهوره عمره ما خذله، وجمهوره من الماتش اللي فات ما فقدش الامل فيه، وجا تاني ووقف معاه تاني، وعمرنا ما هنفقد الامل فيه، وان شاء الله الجاي احسن بكتير. تحب تقول ايه للعيبه نادي الزمالك وكابتن معتمد جمال؟ تستحق. مبروك للزمالك، مبروك للدوري. محمد صبري ولع النور. طبعا احنا لازم نشارك نادي الزمالك فرحته من خلال اللقاءات اللي هتتاح لينا مع الجماهير، ده اكيد، لان ده حقهم النهارده بعد غياب طويل عن الدوري العام. بيعود مره ثانيه نادي الزمالك بطلا للدوري العام،
وفي قدام حضراتكم صوره للجماهير، حاجه جميله جدا. ادي الجماهير وادي فرحه الجماهير، من حق الناس كلها في البيوت ان هي تشوف الكلام ده طبعا. وفي نفس الوقت اكيد انه يعني كنا نتمنى زي ما الكباتن قالوا ان هو ياخد الكونفدراليه معاه، لكن يكفي الزمالك فخرا انه لعب نهائي الكونفدراليه وكان قاب قوسين او ادنى من الحصول عليها، لولا ضربه جزاء واحده وهي الضربه الثامنه، مع الوضع في الاعتبار طبعا ان هو ما عندوش سكواد على المستوى يعني، لكن ما شاء الله كتر خيرهم يعني. ومره ثانيه طبعا مبروك لنادي الزمالك، وهنكمل سهرتنا النهارده وهيبقى عندنا لقاءات جماهيريه، هنحاول نجيب لعيبه كمان ولكن بعد الفاصل يلا يا